السر الله يحفظكم لينا. سكتوا لي الفام ديال العديان. بخ لي على القواسه، بخ لي على القواسه. اخوة القواسه زيدك واحده اخرى استكرمك البنا. باش نكون معاك صريح، انا ما نقدرش نخرج على السياق. كيف المشجعين ولا الجماهير الجزائريه حنشجع المنتخب الكاميروني. هكاك بانوا لي على حقيقتكم. شجعوا لي ايكان بصاحب الضربه الاسطوريه اللي خرجتكم من كاس العالم ديال 2022. الضربه المغمسه في السيد. الرعد الكثير ساهم في هذا الانجاز. حضري اطو لقجع. اخويا خلونا نلعبوا، خلونا نكملوا كوب دافريك. لحد الان مازالكم تضاربوا على الحكام وشكون الحكم اللي يكون شكون اللي ما يكونش. بصحتنا العرس عرسنا ونديروا الحكام اللي بغينا. تجيو نتوما ديروا لنا الكولاسه في بلادنا، ديروا لنا حكم جزائري في الفار. والمغاربه كنا مع السي القجع ومع وليد ورابحين. جات في قهر الله اكبر. عندهم احسن لاعبين في العالم. المغرب يفوز. النتيجه تنجم تكون 1-0 2-0 3-0. جدا على المنتخب المغربي مع المنتخب الكاميروني. راح تشوف قاسي يلعبوا يوم المباراه اللي يلعبوا به مع تنزانيا. عندهم ميور جوار او مونتش بيكون. شكون اللي دومي جوين؟ شكون اللي دومي جوين؟ ميسي عندهم الفار ولي زاربيت. هاد قاسي السعيد راه ما كيمركش. راه شحال علف في المنشطات في الثمانينات وكيهضر. راكم كنعدوا الوجه راه ما يهضرش. عيب يا محمود، ده راجل كبير وانت متربي. دول عالم زباله، نعمل زيهم. في كأس العرب شكون اللي ساند الجماهير المغربيه حتى لحقت للنهائي، وكان ليه الفضل حتى انه المنتخب المغربي وصل لهذاك المستوى. الجماهير الجزائريه كانت فعاله. سير بركه من القباحه. قال لك هما اللي جابوا لنا كاس العرب، وعلاش ما جبتوش للمنتخب ديالكم؟ مازالنا في نفس المشكل، مازالنا مع هذه مشكله التذاكر. ما هو الحل الان؟ واخويا المكتب ديال الفيفا راه كاين في الرباط. وسير شكي. لم يحدث مهازل تحكيميه ومهازل تنظيميه في لجنه التحكيم كما الذي يحدث الان في كاس افريقيا هذه، يعني بكل صراحه. مبروك علينا سيدي، طلعنا النصف النهائي. حسبها كيما بغيتي. اللي ما عجبوش الحال يشرب البحر. كلامك على صواب بس محمد. لو نتأهل قاسم مهدي سنواجه ربما المغرب. كيفاش راح يكون الحال؟ نلقاو تذاكر لي سيبورتور تاعنا باش يدخلوه. راح يكون مشكل. يا ودوزوا عندنا النصف النهائي الكراغله وتجيو تلعبوا معنا في مولاي عبد الله. تذكيره وحده ما تلقاوهاش. كلشي التيران غيكونوا معمرينو على المغاربه. وسيروا ديك الساعه تسطاو وقطعوا حوايجكم وهبلوا ديك الساعه. جدو مساء الخير عليك. مساء النور. عاوزين توقع مباراة المغرب مع منتخب الكاميرون في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية. 3-2 للكاميرون. يا لهوي. ايوه واجدو سيرت نعاسه جدو. تخطى مزيانه جدو. فوت عليك التوقعات. تعال جبتيها مزيان كتقول لهم راه مزيان. زقلتيها كتقول لهم حكار انا كندير توقعات عكسيه. على بالكم بلي كاين 27 موقع فرنسي و27 موقع من الجارة الغربية يحاول. الخدمة الوحيدة تاعو انه يحاول يأجج كل. هذا مالو حلات ليه. كمل ياك لاباس. اش درنا لكم عاوتاني؟ اش دارت لكم الجارة الغربية؟ ما من شأنه ان يضرب استقرار الوطن. هناك العديد من الصفحات التي ثبت انها تسير من الخارج. الهم الوحيد تاعها والهم الوحيد تاع الناس اللي يدفعوا الدراهم بالعملة الصعبة لأصحابها هو أنهم يحاولوا يختلقوا مشاكل هنا في بلادنا. كنسيروا لكم الصفحات ديالكم وكنتحكموا فيهم. واش كيديروا المخابرات الجزائرية اللي أقوى مخابرات في المنطقة؟ ولا كيكذبوا على بوصبع؟ احنا بلادنا هذه اللي استشهدوا فيها هادو الشهداء وكل رفقاء العقيد عميروش والعقيد الحواس احنا ولادهم وما يقدر يجي حتى واحد انه يفرقنا.
يا لهوي يا قرقور. الحمد لله عندكم في الجزائر ما عندكمش لا عبودية لا ملكية. الحمد لله ما عندكمش العبوديه وما عندكمش الملكيه، المهم عندكم العسكر وعندكم الطوابير على الحليب والزيت والسميد، ولكن الحمد لله ما عندكمش الملكيه، ما عندكمش البنوات، ولكن الحمد لله ما عندكمش الملكيه. انتم بلاد ديال الغاز وديال البترول وكديروا الطوابير على الغاز، ولكن الحمد لله ما عندكمش الملكيه. انا راه حاس بكم مقجوجين من جهه الملكيه، والله تا حاس بكم. منذ أن خلق ربي هذه الأرض الإنسان الجزائري حر ويبقى حر. عندكم ما قدوش يصفقوا لك، ما قدوش. عرفتي علاش؟ حيت كذاب. كما تتابعنا في شريط الهام، وبعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالح الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الإنترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا، معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها لتحريض التجار الجزائريين للقيام بإضراب يوم الخميس 8 جونفي الجاري بغرض المساس باستقرار البلاد. نتوما اللي داير عندكم شي اضراب على شي حاجه صافي حنا اللي قلنا ليه ومجهدين حنا. نتوما مالكم على هاد الهبال، مالكم على التسطيه، مالكم وين جورك على صافي. غير هذه ما كنتش تستنى فيها يا جدك. المخزن هو من وراء الاحتجاج تاع سائقي الشاحنات والنقل. امبوسيبل. صدمه كبيره هذه. الكابرانات لقاوها سبه عمروها في الخنشه وعطاوها البصبع، صبات الشا عندهم وغرقاتهم المخزن، ما صباتش المخزن، صحاب الشاحنات داروا اضراب المخزن، التجار تا هما داروا اضراب ناري المخزن. هذه راه مظاهرات في ايران في العاصمه طهران. انا نقول لك السبب من هنا، المخزن، ايادي خارجيه. وش راه صاري في العالم؟ فنزويلا، ايران، سوريا، فلسطين، اوكرانيا، تايوان، كل شيء هادشي اللي طاري في العالم حنا اللي درناه، حنا السبب. وسيره وواجه بصبع ونقص ليه من العقوبه الحبسيه ونقص ليه من الليسانس ومن المازوط، وبقى مقابلني حنا راه تصور مني عنبق. يا مرخص يا طحا، حنا واجهوا الشعب راجل صدقكم عريان وخرجوا ليه قال رانا راح نزيدوا لكم مازوط وتز معاه، او راح يزيدوا لكم مازوط وروح نتناقشوا. ماشي تخرج لينا في خطاب يا سي رئيس الجمهوريه تقول باللي لا زياده في الاسعار، الناس ترقد متهنيه، طول الصباح تلقاك زايد الاسعار. هذه يسموها خدعه، هذه خيانه الثقه. انا ثايق فيك، اعطيك رقبتي ومأمنك، جيت تخدعني تزيد لي في المازوط ودير لي قوانين. ما يقدوش يواجهوا بصبع. الحاجه الوحيده اللي عندهم دابا هما انهم يديروا الاعذار بالمخزن، العسكر كيتدرج ورا المخزن. وهذا الامور هذه تاع المخزن المغربي يعني ولا لهم المخزن المغربي شماعه فشلهم. اي حاجه ماهيش مليحه يقف وراءها المخزن المغربي. يا ربي المخزن المغربي ما عجبوش قسابك. شوفوا هذه الامور هذه يقف وراءها النظام المغربي. ايوا دابا بيني وبينك بن زدير، المغرب هو اللي غرق عليهم وهرا، بقاو حاضرين حنا في النشرات الاخباريه ديالهم، المغرب يغرق في الوحل حتى غرقتوا فيه نتوما، الغيث هي جدك. اليوم نشوفوا 3 اجمل شلالات في الجزائر اللي خاصك تروح لهم هاد الصيف. نبداو بشلال الزونداي اللي جاي في الحمدانيه ولايه المديه، كاين لوكاليزاسيون في المابس قد توصلك حتى لتما. انا لله ودعمت. اعطيها العصر. شوف يا اللي رحت وخليت بلادك، شوف الخيرات، شوف يا اللي رحت وخليت بلادك يا الجايح، شوف يا اللي رحت وخليت بلادك، شوف الخيرات، شوف. هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام. ايوا الشيء الحاله كي داير المخزن هو اللي دار لكم هادشي. المخزن راه منظم البطوله ديال كاس افريقيا، وفي نفس الوقت خدام العام سيده درجه كيبني في البلاد باش تبقى لوليداتنا ان شاء الله.
ماتشي الكار ديال كاس افريقيا دايز والمشاريع خدامه نعم سيدي. عندنا الضياف وكنخملوا في الدار. الله يحفظ لنا بلادنا خصوصا من عينيكم يا بنو كرغل. ماش تصرفات، ما هو الجوار هذا، ما هو وزيد. الرئيس عبد المجيد تبون اعطانا توقيت، قال لنا باللي 2027. قال لك اذا لحقنا 2027 وما صرا والو في الجزائر فقد امتلكت واكتسبت الجزائر مناعه لا خوف عليها ابدا. فالتحدي اللي امامنا هو تحدي 2027. جاش من 27 ولا 24 ولا 23. واش كتثيقوا بداك الرئيس عندكم؟ ياك كيقول لكم انا مع الدول المظلومه، علاش ما هضرش على مادورو ولا خاف؟ حميد اجي عندك هنيك استغفر الله. عليه انا ندخل في مهبول مطوكي واحد كيما ترامب، علاه ندخل نغامر بشعب كامل على جال مادورو. علاه مادورو راجل خالتي هنا، مادورو انا راجل خالتي ولا راجل ماشي راجل خالتك. ايوا مزيان سيدي. وقول خايفين كتخافوا ما تعجموا. والله لو كان الدوله الجزائريه تناطحت ترامب نطحاته، يعني نطحوه ديريكت اكيد بكل تاكيد. ترامب راح تلحقوا الرساله نتاع الجزائر، راح تلحقوا باللي علاه وكذا منا تلحقوا هذيك الامر، واكيد يكون عنده رد الفعل هذاك لو كان يديروا مثلا قال الجزائر يحطها في القائمه السوداء ولا يدير ما اجراء هكذاك مع الجزائر ولا تصريح على الجزائر، يخرجوا هذو نفسهم يقول ها هي الدبلوماسيه فاشله. يا خويا يا ودي راه بالله ما عطيتوا الراي ديالكم في القضيه ديال مادورو، حطكم في اللائحه السوداء. اي جزائري بغى ياخذ الفيزا باش يمشي للميريكان خاصو يحط 500 مليون جزائريه ضمان. الا ما تقولهاش، احنا ما بنفتريش على حد، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا، كله بالاوراق والمستندات. أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزائر ضمن 25 دولة جديدة إلى قائمة الدول التي تفرض على مواطنيها دفع ضمان مالي يصل إلى 15,000 دولار للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. مصيبك على صافي. واش هذه هي القوه الضاربه اللي قال عليها شنقريحه؟ واش هذه هي البلاد اللي قال عليها تبون باللي راه كلشي الدول كيضربوا لها الحساب؟ هويلي وحدي الدينار ديالكم ما ساوي والو، الباسبور ديالكم ما ساوي والو، صدق بوصبع حتى هو ما بقى ساوي والو. لا غالب صاحبي قال لك ما تعفسش عندي، السيد قال لك هكذا عليكم. مروك ما دارش للمروك، ما دارش لتونس، ما دارش المالي، ما دارش، دار للجزائر. قنعني ذوك هذه قنع حالي. وعلاه المغرب وتونس فيهم بحال هذاك الكائن اللي حطها في التيران؟ راه كانت حاضره الاف بي اي، راه شافته بعينيها كيدير فيها. داكشي علاش نزلات عليكم بهاد القرارات. بس صوتك احنا لهناك نجيو ندافع على فنزويلا، راهو اذا كان ما تدافعش على جارك يجيك العدو لدارك. واتشوف نسمالكم واش كترشوا من الهريسه كتقلبوا على ترامب يقربعكم. خارجين قال لك فنزويلا جار، اش من جار؟ ولكن بيني وبينكم راه ماشي عنتوما، راه حنا عندنا شي وحدين كثار منكم هارب ليهم. ترى كاين شي وحدين معانا هنا صاحبي، معانا هنا راه تقطع حوايجك صاحبي. نتوقع ان يتفاعل هذا الموضوع بحيث تحاكم امريكا وليس مادورو الذي يعني اخذ المسؤوليه عن تشافيز، وهي مدرسه البوليفاريه التي يعني بنت التعليم المجاني لفائده الشعب الفنزويلي وكذلك قطاع الصحه، بحيث اصبح الجميع يتطبب ومجانا وبدون مقابل، على خلاف ما هو الامر في باقي الدول في امريكا وفي امريكا نفسها، وبنت التنميه الى اخره. سبحان الله العظيم، هادشي كامل كاين في فنزويلا وانا ما سيقش الخبار. واش باقي كدير هنا وحمان؟ اسيا وكل من يقدر الا يرازي تذكرة فنزويلا. اسيا وعندما زيد سورغيسي اللي والو تنيتياتا وداو يحمان ايميكا سور دارك يحمان. يلا هي دغون دي غين كله يلا كرقني يا وير فنزويلا.
هاي البطاطا اللي حضرتها معكم، نقول لكم هاد البطاطا حنا كنا زمان نحضروها وتجي بنينه وخفيفه، ونقول لكم ننصحكم يعني حضروها وزدنا لها رشه تاع المعدنوس، ولازم يكون يرافق القارص. ما قديتش ودي خالتي، ها بالصحه، راه كليت واحد التفاحه راه باقا واحده ليا هنا في القراج، ها بالصحه. الاخوان وصلنا لنهايه ديال الحلقه، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. دائما الله الوطن الملك، الله يعاونكم، تلاقاو في شي حلقه اخرى ان شاء الله.